هنتكلم النهارده عن موضوع في منتهى الأهمية. العلاقة مع الناس. تسمع من ناس كتير قوي يقول لك ايه؟ الناس وحشة، انا مش عارفة اتعامل مع الناس، الناس اتغيرت، ناس زمان غير ناس دلوقتي. والكلام ده يا جماعة مش مظبوط، لأنه الناس من أول ما ربنا خلقها ومن أول ما نزل سيدنا آدم عليه السلام، فكان في الشر وكان في الخير وكان في المكر وكان في الطيبة. وعلى فكرة كان في آدم ومراته وولاده. تقريبا لو قلنا إن الأخ قتل أخوه، فتقريبا يعني كأننا بنقول تلت سكان العالم تقاتلوا. وده عمره ما حصل ولا في حروب عالمية حتى. فإذا قصة إن احنا شوفوا أفلام إسماعيل ياسين وعلي الكسار وعبد الوهاب اللي هي احنا بنتكلم في سنة حاجة و40 من القرن الماضي، تلاقيهم بيتكلموا عن الناس الوحشة والفلوس عملت إيه في الناس والزمن الأخضر وي 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 وي. فده قصور في فهم علاقتنا بالناس. هتكلم في أكتر من فيديو على موضوع الناس ده، بس النهاردة عايزة أبدأه بقاعدة أساسية. أنت عايز إيه من الناس؟ ربنا قرر يخلق الناس عشان يتعارفوا. انت فاهم المعرفة دي ازاي؟ في ناس بتبقى عايزة من الناس تبقى شبهها، يعني هو عايز يقعد مع حد يلاقي الحد ده بيحب اللي بيحبه وبيكره اللي بيكرهه، ورأيه في الموضوع ده هو نفس الرأي، يعني ببص في المراية. في ناس بتبقى عايزة الناس تعمل لها ثقة في نفسها، يعني تمدحها، تديها كلام إيجابي، تشجعها، تحفزها. طيب، في ناس بتبقى عايزة من الناس إنها تتفق على نفس الرأي. يعني أنا بحكي عن مباراة، فحضرتك شايفه جول وأنا شايفه جول. حضرتك بتحكي في فيلم، فحضرتك شايف إن ده اللي غلط هو الغلط وده الصح هو الصح. في ناس بتبقى عايزة من الناس إنها تفهمها، يعني أنا عايز من البني آدم اللي قدامي ده يفهمني ويتفهمني ويتعامل معايا بالطريقة اللي أنا عايزة أتعامل بيها. يعني أنا عايزة أتعامل بالشكل الفلاني فهو يعاملني بالشكل الفلاني. أنا مش عايز فتلاقي واحد يقول لك إيه، وأنا عملت لها إيه عشان تكذب عليا، وأنا عملت له إيه علشان يحور عليا، وأنا عملت له إيه علشان مش عارفة يتكلم عني من ورايا. وحضرتك عملت حاجة للحرامي عشان يسرقك؟ حضرتك عملت حاجة للراجل اللي ماشي سكران في الشارع ده خبطك؟ ما هو مش بيعمل ده عشانك، هو بيعمل ده بيعبر عن نفسه، هو ده صنفه، هو ده طبيعته. فلو انا طول الوقت مش عارف عايز ايه من الناس، او عايز حاجات مش لوجيك ان الناس تديها لي، لانه ربنا خلق الناس مختلفين، خلق الناس ما اتفقوش عليه هو. يعني الناس لم تتفق على الله عشان تتفق على عن حضرتك. لم تلبي طلبات المولى عز وجل كما يجب، فكيف تلبي طلباتك؟ يعني انت عايز الناس تعمل لك احتياجاتك وتعمل لك ثقتك في نفسك وتفهمك وتتعامل معاك كما تحب، وتبقى واخده القدر اللي انت تسمح بيه. يعني يوم ما تفتح وتقول يا ناس يجوا، ويوم ما تقفل ومش عايز تبقى موجود ومتاح، فهم يقدروا جدا انك انت مش موجود وان انت مش قادر تتعامل معاهم، وان ده قدرك من وجودهم واكتفائك من وجودهم. طيب انا ازاي هبقى طول الوقت ماشي بكتالوج وتشيك ليست، قائمه كده بقول الناس عملت ما عملتش ما عملتش؟ قائمه العوزان اللي احنا قلناها دلوقتي دي كلها مش هتيجي. لا مطلوب حد يفهمك، ولا حد هيتعامل معاك بتعاملك معاه، هو بيتعامل معاك بطبيعته وبشخصيته. ولا حد هيبقى يعني نقول ايه، طول الوقت
حريص على انك انت تبقى ايجابي، وانك انت يبقى عندك ثقه بنفسك، ومركز معاك ايه الكلمه اللي هتشجعك وايه الكلمه اللي هتحبطك وايه. ولا عمر الناس هتتفق على راي وتقول صح ده فعلا كلنا متفقين، او صح ده غلط كلنا متفقين، عمرها. فانت اللي انت عايزه من الناس مش ماشي مع قانون وجود الناس. يعني ربنا قال لك يتعارفوا، ما قالش يتفقوا ولا يتحابوا ولا يشجعوا ولا يفهموا، قال لك يتعارفوا. التعارف ده نوع من انواع الانفتاح، نوع من انواع التعلم. دايما اقول الناس، زي ما هقول لكم بعد كده ان شاء الله، الناس دي زي السوبر ماركت. الدنيا سوبر ماركت. الاختلاف في الناس عامل زي الفاترين اللي في المول. انت بتروح تلاقي ده حاطط وده حاطط وده حاطط وده حاطط كذا حاجه. هل انت بتقول انا الناس دي كلها تعبت لي اعصابي وضغطت عليا بان هم متناقضين؟ ده حاطط بنطلون وده حاطط جيب وده حاطط احمر وده حاطط اصفر وده بيقول ايه ده؟ هو حر يعرض لك بتاعته زي ما هو عايز. انت عليك لما تشوف كل ده تتعلم الموضه بتقول لك ايه، او تتعلم الذوق بيقول ايه، او تتعلم الاناقه المفروض تبقى عامله ازاي، وتاخد منها اللي يناسبك، وتبقى عارف انت رفضت ليه اللي برضه ما يناسبكش. فلازم يا جماعه نقرر احنا عايزين ايه من الناس بما يتماشى مع قانون وجود الناس. انت مستغني عن كل الناس ومش عايز الناس، وفي نفس الوقت انت لازم تعيش معاهم، لان ربنا سبحانه وتعالى خلانا تدافعنا ببعض ودفع الناس بعضها لبعض. لولا دفع الناس بعضها لبعض فسدت الارض. طيب انت مركز مع الناس وعايش تشوف الناس حالهم ايه وناسي نفسك خالص. ما انت لو دخلت في وسط الناس وانت ناسي نفسك هتتوه، هتندهس، هتحس انك ضحيه، هتحس انك مش متشاف ومش موجود ومش مقدر، لانك تايه. كانك داخل بالظبط شراكه مع مجموعه من الناس بتعملوا شركه، وانت مش عارف اللي هتقدمه للشركه دي ولا اللي انت عايزه من الناس الشركاء دول. فهتقعد تحس انك مالكش لازمه، واي كلمه منها هتتقال في الاجتماع ده هتحس انها موجهه ليك بالغضب او بالاستياء. فيبقى احنا في بدايه كده فهمنا لعلاقتنا بالناس لازم نسال نفسنا هو احنا عايزين ايه من الناس. ولازم نقول اللي عايزينه ده موجود، مفترض انه يبقى موجود، طبيعي انه يبقى موجود، ولا احنا مش فاهمين وبنفترض حاجات مستحيل تحصل. بدايه السؤال ده وبدايه التفكير بالشكل ده هيعيد حساباتك في حاجات كتير قوي في علاقتك بالناس. يا رب نكون استفدنا. يومكم